اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد. الاستاذ ابراهيم عيسى كانت مذيعة بتتكلم معاه من كام يوم على برنامج، بتقول له حضرتك مسلم ولا مسيحي؟ حضرتك لو مش مسيحي مسلم؟ لو مش مسلم هل انت بلا دين؟ ما عندكش ديانة؟ لان انت تصريحاتك في الوقت الاخير وفي الايام الاخيرة كلها مثيرة للجدل. فقال لها وانت مالك؟ مالكيش دعوة. قالت له ده بس عشان الجمهور يعرف. فقال لها وهم مالهم؟ مالهمش دعوة. ليس لهم ان يعرفوا انا بعتقد بايه، مالهمش دعوة. ليهم بس ان هم يعرفوا ان انا موحد بالله، اكتر من كده مالهمش علاقة بيعرفوا انا سني، انا شيعي، انا مسيحي، انا انجيلي، انا كاثوليكي، انا ارثوذكسي، انا من غير ديانة خالص، انا بوذي، انا هندي. دي بتاعتي انا لكن مش بتاعت حد. والمسيحيين دول الواحد بيتشرف ان هما موجودين معاه في نفس البلد بسبب ايمانهم وبسبب انجيلهم، بسبب تعاليمهم، بسبب اخلاقهم، بسبب محبتهم. هم دول المسيحيين، هم دول المسيحيين اللي احنا بنفتخر بوجودهم معانا في البلد، اللي احنا بنقول دايما احنا محظوظين ان هم معانا. دول اللي انا عمال انادي واقول يا جماعة خلوا التربية والتعليم تسند كل التعليم لمدارس الراهبات، خلوا الراهبات هي اللي تعلم، عشان نطلع اجيال واجيال واجيال فالحين وفاهمين وعارفين وواعيين. ولكن بالمنظر اللي احنا فيه ده احنا ما بنطلعش حاجة خالص. يا ريت تسمعوا كلامي وتسلموا المدارس للراهبات، وانتوا هتجنوا بعد 15 سنة جيلا متعلم ومتربي وفاهم ومحب لبلده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.